معسل ده بتاعنا، ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامكم اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خالي، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس أفندينا. اثبت! مين اللي بعتك يا؟ مين اللي بعتك يا؟ مين هذا اللي بعتك؟ راس افندينا يا ابن الكلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا، اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستع حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. أشكرك يا رب أشكرك. كرامة، هاتي لي مية ياخد الدواء. شرابية، تأمرني يا حاج. هاتي لي مية اتوضى علشان أصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله أنت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك، سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاكي تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل، هيزهق، هيهج. أنا هعوزك تطلقي انتي؟ ليه يا اختي؟ من قلة النسوان؟ اخس. الحق عليا، كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيب لك واحده على الزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فوطه صفرة. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. انت بنت حلال مشا، وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده، حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد، سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الادميه دي سيبناها للحكومه، انما هنا الكفاءه هي الاهم، وانت اثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهاده. مساء الانوار يا برنس. شلبي، أؤمرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس، كله في السليم. شلبي، أؤمرني. فكها شويه يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحة العامة يا برنس. برافو عليك، انت امير يا شلبي. تلميذك. جو. اي جو. بوسي، انت مش نمرتك قربت ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس. قرب. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ لأخ، وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانتي وشطارتك بقى. إفيه، أنا شم ريحة كده مش ولا بد أبداً. هنا في الأوضة ينيلك، أنا مش ناقصة قرفة. بقول لك إيه، روحي رشي ولا بخري ولا اعملي لك أي منظر. مش في الأوضة يا ستي. أمال فين؟ في الصالة كلها. بنتي يا بيسا، أنا كنت مرتاحة من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لت يا أبلة، ده كمين،
والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لي. نهار اسود، انت هتشليني يا بت، ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه؟ سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل؟ طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ اللهم فاشهد. بت يا بيسا، انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ الو الو، انا خميس افندينا. الو، الحق يا كبير، خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله حريق. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار يا كبير. لا، اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار، اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه ابنك يا حاجه، خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز، قال لي لا الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي؟ عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر يا ابو سنه. هات يا جماعه يا رب. حاضر يا حاجه. الرجاله بتتواجد، ما بيخافوش رجاله في الضلمه. ودي مرسالك. يلا 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 يا معلم. ايام المجد انتهت يا ابني. لا ما انتهت، لانك انت ما راح تموت. ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. ايوه يا علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيله صغيره وكبيره عن زياره خميس للنوح. يعني ايه ازاي؟ اتصرف يا علي. طيب مع السلامه. سلام عليكم. اهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا اما، عامله ايه؟ اعمل ايه يعني؟ قاعده زي قبضه قطعه اهو. ده انا حتى العشاء ما اتعشيتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسه كلت وملت بطنها، وفي الاخر جايبه لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايله الاكل من قدامها دلوقتي. انا كدابه بقى وست كبيره وبخرف، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف. انت تايه عنها يا اسر، ما انت عارف ان التركي اكل دماغها. برضه اللي التركي اكل دماغها. انما يا بنت الحلاوه دي من امتى يعني؟ ده انت اللي هتاكلي دماغي كده. لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنيه ده؟ انت يا حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بليته الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعه اليوميه ده كنت واحد تاني خالص. اهلا. مش هتدخل تغير هدومك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اصل انت النهارده خيالك شاطح لبعيد، بعيد قوي. بص عاوز اقول لك على حاجه، انا جاي من شغل مهدود وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه. ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي امك بقى
تنفع. طبعا هنفعه، امال انت اللي هتنفعيه. جاتك القرف. بص يا اسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقه فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا مغاوري يا ابن الكلب. انت هتفضل قاعد كده جنب الشباك؟ ما تقوم تريح جسمك شويه بدل ما انت بتنازع طول الليل. ما تخلص يا ابني انت بلاش لكاع. انا جاي اشوش مغاوري. عملت ايه؟ لفيت لك في الحته كلها، مفيش حد عنده اصلا. اصلي والله صيني انا هتجوزه. خلص. اخبط شوش. طب اخلع يا خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبعها ديت مش للي في سنك. لمي لسانك يا وليه انت واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعكس بدري بدري. ماشي يا دكتوره موجه بنت زكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما عاوز استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جاب دماغه. كوبايه شاي حبر. يوه هو ايه اصله؟ ما الكوبايه هي قدامك ولا انت الشاي موصوف لك؟ وادي ام الكوبايه. اعملي بقى واحده تانية تكون مشبره للاخر ما اشوفش فيها خلقه اهلك. انا مش فاضيه، هعمل الاكل الاول للعيال وبعدين ابقى اعمل لك كوبايه الشاي الحبر. تعالى ولا منك له ساعدني. لكن القرف مره فقر. Okay, Mr. Lavlavakis. Catch you later. باي باي. خير، صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شويه، عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ انا بفكر ارجع اسافر تاني. ايه يا فاري؟ وتسيبيني لوحدي؟ يا بابا احنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده احنا بيعدي علينا ايام ما بنشوفش بعض خالص، عادي بقى مش فارقه. ما انا سايبك تقابلي اصحابك اللي بتقولي انهم وحشوكي وانت وحشتيهم. انت عارف ايه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي احلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مره زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي اروح ازورها في قبرها، الله يرحمها. انت اتعديتي من مين؟ انا عشان كده مسافرك بره على طول عشان ما اقعدش اسمع المواويل دي. جرى يا فاري، العمارة ناشفين والحياة ناشفة واحنا لازم نغلبها. عموما انا موضب لك مفاجأة هتخرجك من المود ده. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ ولا اقول لك ما تقوليش، انا فعلا محتاجة المفاجأة تخرجني من كل الملل اللي انا فيه. طب ما تعملي لي انت مفاجأة تخرجني من الملل اللي انا فيه وتعزمي صحباتك الامامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين. تعب الغزال يا متحني، دم الغزال. وحشتيني يا رمانة. دي بقى المفاجآت اللي ترد الروح. تاني فيهم الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فشر خلخال ايه بس؟ اللي جاب الخلخال طبعا. انا اول ما شفته قلت لا، ده رمانة، مكتوب عليه رمانة. وانا اصلي غاوي خناخيل، انا احب الخناخيل قوي، ولما كنت صغير وبمسك بيها في ديل جلابيه امي. ياه ايام. الله يمسيكي بالخير يا امه. وكانت بتوزع بضاعه ساعتها، وكل زبون ليه رنة خلخال. وانا في ديك الساعة لما ابقى في ظل الست ضاوية على سن ورمح. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال، دي حاجة كده زي المعجزات، تربح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه، الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايماً لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. تشتاق لأمك؟ ليه؟ هو أنا شبهها قوي كده يا رمانة؟ أنا ما بهزرش يا خميس، أنا حتى مش عارفة شكلها،
فاكراها كده طشاش، ما شفتهاش غير في قبرها الله يرحمها. ومن ساعتها وانا مرميه مع ولاد خالتي، صبيان على بنات، في شقه قد الحب بننام فيها زي عيدان الكبريت. وابويا برضه فص ملح وداب. ولما زهقت وطقت سبتهم وهجيت. ولما سألت عنه قالوا لي انه حصلها في قبرها هو كمان، مات الله يرحمه. بقيت لما بشتاق لهم اروح لقبرهم، ازورهم واحكي معاهم واقرا عليهم الفاتحه. خميس، انت نمت مني يا اخويا ولا ايه؟ يا بنت انت بعض سواعي كده بتبقى عليكي حواديت كئيبه كده، بتفكرني بالقناه الثالثه والمتخصصه. فتيجي يا بنت كده معانا في التت والشعبيات كده. تت يا بنت والشعبيات كده يا بنت. انا اصلي ببقى مرتاحه معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقه كلها دراما. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل. شديد احنا مش ريست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوه دي. طبعا نهار وليل وليل ونهار. احنا الصبح يا خميس. وماله؟ رست على الصبح كده. ريست الصبح ده هو اللي هيظبط ريست بالليل. واحد 2 3. الحقنا يا استاذ، البنت هتروح مننا. بنت مين؟ سعاد مراتك. انت امها، ايه مالها؟ موتوسيكل سواق اعمى خبطها الصبح، وانا عماله ادور عليك من ساعتها لحد ما وصفوني هنا. منهم لله. يا خبطها ازاي؟ وهي نازله من عندك. شفتها. ايه ايه كملي طمنيني. وهي حبت عيني من ساعتها نايمه بتخرف. يعني الحمد لله ما ماتتش. اسمعي يا ست انت، من الاخر كده بنتك ورقتها مع المؤخر زمانهم في الطريق، واطلعوا بقى من نفوخي. ورقت ايه ومؤخر ايه؟ اللي انت بتقوله ده؟ من الاخر كده البيعه كده بالنسبه لكم ربحانه قوي، وسيبيني بقى عشان اخيرا هعرف انام. روح ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسمعوا عليك. وانت من اهله؟ ده راشق في الغرزه كل يوم من الصبح بالليل. لوحده ولا متعود حد يبقى معاه؟ لا لوحده ايه، ده معاه كل الكلاب بتوعه، ومعاه المتر بدران اللي بيقعد يدافع عنه كل شويه، وملموم على بجاش المر البلطجي بتاع زمان اللي مترشح في المجلس. هو مش متجوز؟ متجوز، بس بيقولوا مراته دي عيانه، لكن عيانه عندها ايه بقى؟ ده اللي انا ما قدرتش اوصل له، لانه محرج على اي حد يهوب ناحيه بيته او حريمه. وعرفت ايه كمان يا واد يا رزق؟ هو ده اللي انا قدرت اوصل له يا ست الكل، لانه عامل زي الزبق ما بيهمتش. ده دوخني وراه 7 دخات. اوعى يكون حد حس بيه. حس بيا؟ انا لو كان حد حس بيا يا ست مطره كان زماني رحت في خبر كام. انت ما تعرفيش افندينا ده ورجالته عاملين ازاي. ماشي يا واد يا رزق، خد. كل ما هتجيب لي معلومات كل ما احللك بقك. ربنا يخليك يا ست الكل. يلا. ربنا يخليك. ماشي يا شطر، هبعت لك التريلات في الميعاد. سلام يا حبيبي. طلباتك اوردر وجد التنفيذ يا فندينا. قد القول يا بجاشي، قد القول. انما عدم المؤاخذه يعني في السؤال، انت من امتى ديك في سكه النسوان الحبله؟ توب علينا ربنا. مش سكتي انا يا بجاشي، مش سكتي انا يا حبيبي. امال سكه مين؟ سكه اللي ما يلوكش وما يسالش. خميس انت هنا يا خميس. الله يخرب بيتك يا بدران، ادي يا سيدي اللي لا يلوك ولا يسال. اعمل المصيبه ويجيلي فيها. وراك ايه المره دي؟ ده انا دخت وراك يا خميس. انت اللي دوختني بمصايبك يا اخي، انا هتجنن. هو مين فينا المحامي بتاع مين؟ ماشي انا بجد عايزك اروح. ماشي اقعد بس خد لك. الله، مش ده عم زغلول؟ زغلول اللي قلنا ابو فتنه. يا عم زغلول. خميس. عم زغلول. خميس. مين؟ افندينا. يا عم زغلول. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا راجل يا طيب. الله يكرمك والله يا ابني، ليل نهار كنت بدعي لك في شدتك. صادق يا حبيبي صادق. اخبارك ايه؟ الحمد لله في خير، كلنا في خير والله. يستاهل الحمد. انا بقى مش بخير. اقعد يا بدران. اخبار فتنه ايه؟
والحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم، وفوتنا كبرت وبقت في المعهد. وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني. بالرغم ايه ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله. كبرت يا فوتنا. ده انا قلت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان. مؤاخذة يا عم زغلول، بس الواحد فوجئ. زي اختك يا ابني. على كده الواحد غيبته طالت بقى. ألف بركة، رجوعك بالسلامة يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا ام فوتنا، الظلم وحش قوي. انما ايه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي اصلها أهي نوايا بتسند الزير. زير؟ زير ايه؟ وانتوا لسه بتشربوا من الزير؟ يوه. وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبة والنفس لسه عزيزة، فأنا والبنت فوتنا فكرنا في حاجة حلوة قوي. هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل، بتشوف المعلومات المهمة تديها لي، ندبسها ونعملها في طبعة شعبية ونبيعها بجنيه واحد للناس. أهم حاجة إنها شعبية. نعم. أنا ابتديت شعبي. هو ده الصح، أحسن حاجة الشعبي ده. إيه يا فوتنا؟ مش هتسمعينا صوتك بقى ولا إيه؟ مكسوفة؟ لا مش مكسوفة. أمال إيه؟ فرحانة. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا أنا لازم أمشي بقى عشان الأستاذ بدران المحامي مستنيني. أنا قلت أعدي أسلم بس. تسلم من كل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني، بعدي علينا. واجب. ده لنا فوتنا يا خالة. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفة هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا إيه؟ لا فوتنا، مزعل نفسك ليه؟ فوتنا فوتنا. تعال تعال خد يا فوتنا. احنا بقى ايه؟ علم بلدي وده سلونا وعواد. لا ما ينفعش، خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك انت يا عم زغلول. والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزه تكسف ايدي ما تمدش ايدها. انا هاخد ورقة واحدة بس بشرط اشرطي زي ما انت عايزه يا استاذه. تكتب لي عليها للذكرى، والقلم اهو. قلم. طب ما تكتبي لي انت. ماشي. يبقى احسن برضه. اكتبي اللي اقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس واشوفك متعلمه واحسن استاذه في المنطقه، احسن من الاستاذه فاطمه اللي ورا على الناصر. استنى زوز. هو انا اكتب كل ده فين؟ الخميس. فوتنا اكتب علينا ربنا. تعالي. وادي احلى بصمه لاحلى حجر. لا احلى بنوته. ربنا يحميك يا فوتنا. شرفت يا معلم. طيب السلام عليكم. نورتنا يا ابني، بألف سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بديلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم، عملوها. وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه، خصوصا يا رجالة لو كان الحوار ده هيلطنا كلنا. والمثل بيقول الميه بكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجاله المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا يا رجاله، صح؟ هو بعينه. تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجالة المعلم بياخدوا الحباية بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟
بعد الشريط لما يعمل 10، واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحضيض وهم يعدوا الألمونيوم. وش معنى رجالتنا؟ ليه ما يكونوش رجالة حد تاني؟ بالراحة يا معلم، بالراحة، واحنا جايين نتخانق؟ لا، احنا جايين نتفق وننور بعضينا. يا رجال احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوا بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيدي المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف وربنا يديم المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. والايام ما بقى تاكس تاكس. رمانة استني بس. رمانة استني بس يا نجمة مصر. نعم، انتوا خليتوا فيها نجمه ولا نيله؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزه افهم حاجه خالص، انا قاعده في بيتي ملكه، ولما تعرفوا قيمتي كويس ابقوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك يا ابن مفكوكه. كده برضه يا رمانة شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم. هجيب لك بقى بقيه الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي، بالراحة على نفسك شوية، شكلك تعبان. انا مش تعبانه ولا حاجه، وديني بتسلى. تسلي ده ايه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا ما انت عارف بنتك كويس، انا يا دوب ابص في الكتاب من هنا احفظه صم، والكتب دي بتعلم منها وانا بقراها. وبرضه يا بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي ببعتها افندينا. انا كبرت يا بابا وما بقاش ينفع كده. والله يا بنتي عندك حق. الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزيادة، وبيتعامل معاكي كأنك أخته بالظبط. طب سيبني بقى يا بابا اكمل شغلي. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. بقول لك ايه، عملكيش حبة شاي صغننين؟ ربنا يخليك يا بابا، مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنة؟ يلا يا بابا بقى عايزه اكمل شغلي. يلا يا بابا عايز. طب كملي يلا، ربنا يقويك يا بنتي. حاسب ايه ده؟ انت ما بتشوفش ولا ايه؟ اطلع بسرعه لو سمحت.